طبيعة البروتوكول رقم 1 ان احنا عاوزين ننشئ في كل مركز من مراكز جمهورية مصر العربية مدرسة مهنية حرفية. تقصد ايه بمركز؟ محافظة مثلا؟ لا مش محافظة، المحافظة على المستوى الأكبر، المركز يعني مدينة. بتقول 100 مدرسة. كويس. يعني لو عندنا 29 محافظه 27 النهارده دلوقتي، يعني مثلا حوالي من 3 ل 4 مدارس في كل محافظه. بالظبط. كويس. في عده تخصصات. زي ايه مثلا؟ التخصصات النهارده لما جينا اتكلمنا في مجال الصناعه، يبقى بننشئ النهارده هنخرج عماله في مجال الصناعه، هذه العماله في جميع الصناعات المختلفه. يعني لو النهارده بيشتغل هذا العامل في صناعه الغزل والنسيج، بيشتغل في صناعه الاوتوموتيف اللي هي السيارات، بيشتغل في صناعه الادوات الكهربائيه، بيشتغل في صناعه الاجهزه الالكترونيه، بيشتغل في صناعه يعني هي الاخشاب. هتؤسس بشكل مختلف عن الدبلوم المدارس الصناعيه والزراعيه. لا ده موضوع مختلف ملوش دعوه بالتعليم. اللي موجوده ده موضوع ملوش دعوه بالتعليم. يعني ايه ملوش دعوه بالتعليم؟ يعني ده لا يتبع وزاره التعليم. يعني دوت انا ده تشكيل هذا الموضوع ازاي؟ الموضوع ده بيتعمل له هيئه اسمها الاتحاد العام للمدارس المهنيه الحرفيه. وهذه الهيئه دي هنتعمل له هيئه اسمها وديت انا هنبدا تتعرض على الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء. هيئه اسمها هيئه الاتحاد العام لمدارس المهن الحرفيه، وهذه الهيئه يجب ان تتبع مباشره مجلس الوزراء. تمام. بس مين المتقدم ليها؟ يعني من سيتقدم اليها؟ واحد مثلا معاه ليسانس او بكالوريوس هيتقدم ليها، ولا لازم شاب مثلا انهى مرحله التعليم الاعداديه؟ تمام. هو في عندنا مرحلتين اتجاهين من هذه المدارس. رقم 1 النهارده انا عندي الطبقه الاميه، خلينا نمسك الطبقه الاميه رقم 1. كويس. الطبقه الاميه هنحولها لطبقه حرفيه في مجال المعمار. بمعنى ايه؟ في مدارس هيتعمل في شأن المعمار وادوات بالظبط. كويس. دي الطبقه الاميه. يعني انا هاخد النهارده الاميين اللي موجودين على مستوى القرى في جمهوريه مصر العربيه بالكامل، واحولها لطبقه حرفيه في مجال المعمار اللي هو زي النقاش والسباك والنجار والنجار المسلح وهكذا والمبلط بحيث ان النهارده يتعلم خطوات مرتبه لتطبيق الستاندر الالماني. بس يعني اسمح لي يا دكتور هنا يعني حاجتين بسرعه كده في موضوع البنى تحديدا. اعتقد في موضوع الايدي العامله زي ما سيادتك ذكرتها كده، احنا ممكن نعلم الالمان. بتهيألي ان هذا العامل اللي جاي من الصعيد ممكن قوي يعني يقف قدام الدكتور يقول له غلط، المونه دي انت عاملها غلط، الصح بتاعها كذا كذا. لا. تاني حاجه اسالك فيها بالمناسبه، طب هل في رسوم معينه هيدفعها؟ لا ده اللي هيخش المدرسه يتعلم هنديله فلوس بوكيت ماني شهري علشان النهارده يتعلم، لانه هو هياخد دبلومه معتمده رسميا من المانيا ان هو حاصل على مراحل التعليم العمليه. كويس. وان هو مطابق لنفس العمل اللي في المانيا. طيب رائع. ودي لا مده الدراسه قد ايه؟ طيب بتبدا اقل حاجه عندنا من 6 اسابيع لماكسيمم سنه واحده بس. يعني زي كورس كده او دوره تدريبيه. بالظبط. مش مدرسه يعني. انا اقصد مش مدرسه فنيه، لانه اللي هيسمعنا يقول لك احنا قلنا لو قلنا الاسم العلمي السليم اللي هو التكوين المهني يبقى ورشه عمل يعني سنه. بالظبط. طب شروط القبول يعني اللي هيسمعنا دلوقتي يقول لك انا عايز التحق بالمدارس دي. لا هي ملهاش شروط. هي ملهاش شروط قبول. احنا عاوزين النهارده هنعمل تخصصيه. أيوة. يعني ايه؟ يعني الشخص النهارده انت هتخش المدرسه، هنبدا احنا عندنا الاميين وعندنا الحاصلين على المؤهلات العلميه سواء ابتدائي اعدادي ثانوي، دي لسه هنتكلم فيها جزئيه ثانيه بالشرط السن. بس انا النهارده بعمل له عمليه تخصصيه. كويس. يعني بقول لك النهارده انت النهارده هتشتغل نجار مسلح طبقا للستاندر الالماني، بس من دلوقتي هتفضل نجار مسلح لايه؟ لنهايه العمر. يبقى هنا التخصصيه، مش هتشتغل كذا شغلانه. دي رقم 1. كويس. رقم 2 النهارده انت هتحصل على دبلومه. الدبلومه ديت انت مش من حق اي شركه بعد كده في مصر، شركه مولات، او مش من حق اي شخص النهارده لما يجي واحد سباك يشتغل عندي لازم اشوف الدبلومه بتاعته علشان ابقى متاكد بنسبه 100% ان الانتاجيه بتاعته هتبقى على اعلى مستوى. وديت هتفرق معايا كتير في حاجه. احنا عندنا في مصر
في خلال السنين ومتعارف عليها ان احنا بنستلم الشقه او الفيلا او العماره على الايه من جوه على المحاره. دي عاوزين نلغيها، عاوزين نعمل نظام تخطيط كامل جديد، شبكه نتورك ما بيبقاش فيه نظام المحاره، ده مش موجود في الدول المتقدمه. فدي بتخلق لي فرص عمل كبيره جدا. اللي موجود في الدول المتقدمه ان انا بستلم واخش اسكن على طول. طب انا النهارده علشان اقبل الشقه بتاعتي بالتشطيبات يبقى ليه يا دكتور كده؟ طيب هنحاول نغير الناس الثانيه، نحاول نخليهم ياخدوا هم يستلموا محاره. لا ايوه صحيح. يعني احنا متاثرين بالغرب لهذه الدرجه؟ لا احنا برضه عندنا ثقافتنا وعندنا موروثنا. انا يعني انا واحد زي اشترى شقه اقعد اوضب فيها سنتين ليه؟ ما ليها حكمه برضه يا دكتور انك انت توضب على ذوقك. لا هم ازاي انت بتلزموا بذوق ما هو لو حضرتك النهارده انت استلمت الشقه على اعلى مستوى من التشطيب اللي ما فيهاش اي غلطه، وده اللي هو بنقول عليه الستاندر، تمام؟ فالنهارده بالتالي انت هتبقى مستريح نفسيا وهتوفر وقتك وهتخلق فرص عمل للشباب المصري. طب في حته بس مش فاهم يا دكتور صادق، حضرتك بتقول ان انا لما اخد الكورس ده او الدوره التدريبيه لمده 6 شهور الى سنه بتبقى ملزمني حضرتك ان انا اشتغل هذه الشغلانه مدى حياتي. طبعا. ازاي يعني؟ ما ينفعش يشتغل شغلانه تانية، لان احنا على مدار المستقبل يعني ان يبقى كل الخدمات بعد كده ان هو معاه دبلومه، ما ينفعش يشتغل شغلانه تانية لان هيطلب منه دبلومه تانية. تمام؟ فالنهارده انت بتعمل التخصصيه. بس ده مش معمول بيه في مصر. يعني افرض انا خدت الدوره التدريبيه دي ورحت رجعت شغلي هنا تاني في الاستوديو. لا ما انت تاخدها ليه؟ انت خليك في الاستوديو. مش انا تحديدا، يعني انا بتكلم كنموذج عام. احنا مش عاوزين يا جماعه، مش عاوزين نعمل عمليه ربط ان الشخص يربط ما بين وظيفتين. النهارده احنا بنخلق فرص عمل لكل الشعب المصري. فالنهارده التخصصيه هي النجاح. لا، وجه الالزام هنا انك انت هتاخده تشغله. الزام تاني مفيش الزام. مفيش الزام. ولا هتاخده تشغله؟ مفيش. هنشغله طبعا. لان شركات المقاولات النهارده كلها هتتعاقد مع هذه المدارس عشان تاخد الطبقه اللي وصلت لهذا المستوى انها تقدر تديها اعلى انتاجيه. طب حلو جدا. طب دي نقطة مهمة. إذا أي ملتحق بهذه المدارس بيضمن فرصة عمل؟ طبعا. أول ما هقولها تاني. طبعا كل ملتحق لهذه المدارس في هذا البروتوكول بيضمن فرصة عمل؟ تمام. مش هتلاقوا يا دكتور. احنا انا قلتها قبل كده في حديث ليا ان احنا هنحتاج بعد كده فوق ال 85 مليون. مش هيقضونا ال 85 مليون. طب الهيئة دي امتى هتعلن ان شاء الله؟ ديت بعد ان شاء الله ما تقابل مع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ونبدا نتكلم في تفاصيل الموضوع. الجزئيه الثانيه بقى حضرتك اللي هي بخصوص الصناعه، ودي نقطه قدامنا دي ونختم. وقدامها مهمه جدا، دي مهمه جدا. ان انا باخد المؤهلات وببدا اعلمهم بقى التخصص في الصناعه في كل انواع، في كل مختلف الصناعات، وبعمله ان هو بروفيشنال. وعلى فكره بعد ما بياخد الشهاده دي من حقه ان هو يروح يشتغل بقى بره. يعني النهارده المصري بعد ما بيحصل على الشهاده دي يشتغل بقى بره. طب ما بالك بقى النهارده في الدول العربيه، يبقى مستوى المصري بقى عامل ازاي؟ بقى وصل حصل نوع من الجامب، طفره بالظبط. فبالتالي النهارده بقى مستوى هذا المصري على اعلى مستوى ممكن، اللي احنا نفتخر بيه ان احنا مصريين. وعاوزين دايما، يعني انا بحب في حياتي وليا شعار بحبه، ان لازم نتحدى العالم بالمصريين ان شاء الله. دكتور صادق رضوان رئيس المكتب الاستشاري المصري، شكرا جزيلا لك، وان شاء الله مشروع موفق. هو هياخد وقت طبعا، انكم كنتوا لسه هتبنوا مدارس طبعا. على احنا في انتظار ان شاء الله ان شاء الله بوجود الشعب المصري كله جنبنا، وبوجود اخواتنا واهالينا وابهاتنا وامهاتنا. شكرا ليك يا دكتور صادق، ومتشكرين لكم على اللقاء الجميل، ومتشكرين للساده المشاهدين. ومنورنا في مصر البرنامج، ومستمرين معاكم مشاهدينا الكرام حتى 10 صباحا في صباح الخير.